أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بالعناوين. إقليم القشبركة يقيم إنتاج الزراعة المطرية لعام 2020. رعاية مرضى السل في مستشفى مرحنو. حاكم إقليم شمال البحر الأحمر تتفقد البرامج التنموية في مديرية قرورة. مجلس الأمن يطالب بانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. عدد قياسي من الوفيات بكوفيد-19 في ألمانيا بعد إعادة الحجر الجزئي. ومناورات غير مسبوقة بالذخيرة الحية في إسرائيل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في القشبركة السيد أبو بكر عثمان في إطار عملية التقييم الجزئية التي جرت للمزارع في حوالي 200 ألف هكتار، أفاد حصاد 1.2 مليون كنتال من الزراعة المطرية. وأوضح السيد أبو بكر لوكالة الأنباء الإريتريا إرينا أن شهر أغسطس شهد هطول أمطار غزيرة بانتشار ومعدل واسع، وتضررت المحاصيل نتيجة لبدء الأمطار متأخرة وتوقفها سريعا، إلا أن المديريات الإنتاجية قلوج وعالي القاش وأجزاء من مديرية شامبيقو حصدت إنتاج وفير. وذكر السيد أبو بكر فيما يتعلق بأوداع الزراعة بأن المزارعين قاموا بأعمال زراعة فاعلة مع بدء هطول الأمطار عن طريق الجرارات الخاصة والحكومية، ونتاج لذلك تم زراعة أكثر من 90% منها 97% بالحبوب والباقي بالسمسم. وتحدث السيد أبو بكر عن أوضاع جيدة لعلف الحيوان نتيجة لتنمية العشب الأخضر في المراعي جيدا وترسيخ ثقافة جمع بواقي الإنتاج لدى المزارعين، كما خزنت كافة الحفائر والسدود مياه كافية. في الختام دعا المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في إدارة إقليم القشبركة السيد أبو بكر عثمان المزارعين للاستعداد المسبق لتمهيد أراضيهم حفاظا على التربة الخصبة من الانجراف، لأنهم لا يقومون بأنشطة مسبقة لحماية التربة وحفظ المياه، مما يعرض ذلك إلى انجراف التربة عن طريق الأمطار والسيول بسهولة، وتعرض التربة إلى خطر حقيقي يهدد تأمين الغذاء الإنساني. قال مدير مستشفى مرحنو لمرضى السل السيد قبر مسكال البلاي إن الرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى مكنته من علاج 86 إلى 90% من المرضى. وأوضح أن مستشفى مرحنو أقيم عام 2011 لعلاج مرضى السل الذين أظهروا مقاومة للأدوية ومتابعة أوضاعهم عن قرب، ويبقى المرضى لمدة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر في المستشفى تحت إشراف الأطباء والممرضين. وأشار إلى أن المريض يجب تناول الدواء لسنة ونصف، ويتم تناول الدواء في المستشفى من سنة إلى 9 أشهر، وتناول الدواء للمدة المتبقية في المنزل، موضحا بأن المرضى يتابعون أوضاعهم الصحية بالقدوم إلى المستشفى كل شهر لمرضى الإقليم الأوسط وكل 3 أشهر لمرضى الأقاليم. وذكر بأن الحكومة تقوم بتغطية كافة مصاريف المريض أو المرضى الذين أظهروا المقاومة للدواء خلال تلقيهم العلاج في مستشفى مرحنو، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للمرضى منذ عام 2013 خلال فترة العلاج سواء في المنزل أو المستشفى. وأوضح المهنيون العاملون في المستشفى تقديم الرعاية الصحية للمرضى حتى العلاج الكامل. وشكر رعاة المرضى بالإعانة الحكومية للمرضى ورعاتهم. بحثت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة في إطار زيارتها إلى مديرية قرورة للتفقد لتطور في البرامج التنموية الجارية لتحسين حياة السكان المعيشية وخاصة مؤسسات الخدمات الاجتماعية مع المسؤولين التنفيذيين للمؤسسات ومدراء الضواحي وممثلي الشعب حول كفاءة وتنفيذ وتأثير البرامج المنفذة. وزارت السيدة أسمرت ضواحي قراد
ومهميمة وأراق وحليبات للتعرف على أوضاع المؤسسات الصحية والتعليمية التي ظلت تقدم الخدمات، مؤكدة جاهزية إدارة الإقليم لإكمال جوانب القصور والنواقص. وذكرت المواطنين للدفع بقوة للبرامج الجارية من أجل تجمع القرى المتناثرة في مكان مركزي للحصول على الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، والمساهمة بفعالية في تطور مناطقهم والتخلص من حياة الترحال، مشيرة إلى أهمية تنفيذ الخطوات الفعلية لحل إشكالية المديرية الأساسية المتمثلة في مياه الشرب الصالحة وخدمات المواصلات. من جهتهم قال ممثل المواطنين في مديرية قرور أن مؤسسات الخدمات الاجتماعية المنتشرة في كافة مناطق المديرية خلقت لهم الارتياح، مناشدين ترقية مؤسسات التعليم من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة لمعالجة مقاطعة التعليم خاصة الطالبات، وتشييد مدرسة داخلية في حاضرة مديريتهم. تتطلب أعمال حفظ وحماية أشجار الشورى المانغروف الطبيعية النامية التي تلعب دورا بارزا في الحفاظ على التنوع الأحيائي في شواطئ إنجل وجزيرة حارينا في مدينة قلعلم، تتطلب إلى تضافر العمل والجهود والمساهمة الفاعلة. وقال السكان لوكالة إرينا أن أشجار الشورى تعد من أهم علف ماشيتهم إضافة إلى أهميتها الثقافية والاجتماعية، وأشار إلى وجود تشريعات ونظم محلية تساعد في الحفاظ على أشجار الشورى ذو المنافع الكثيرة في حياتهم اليومية، كما يمنع بتا قطع الشجرة بدون أي ترخيص أو معرفة الأعيان، ويتعرض المخالفين لغرامة مالية. وذكروا بأن توسعة أشجار الشورى بطريقة عصرية يتطلب إلى تنظيم السيمينارات والتوعيات المكثفة، منوهين إلى أنهم قاموا يعملون بقوة في إطار الجهود المهنية والمعرفية الجارية. وأوضح مسؤول سلطة رقابة الأشجار والحياة البرية السيد محمد أحمد بأن المديرية غنية بالأشجار الأصلية وخاصة أشجار الشورى، وتوجد في وضع جيد فيما تسهم ثقافة الحماية بفعالية في إطار أنشطة الحماية الجارية. ويستفاد من أشجار الشورى إضافة في حماية التنوع الأحيائي إلى الإنتاج والحفظ والظل للأسماك وغيره من الحيوانات. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي دعا مجلس الأمن الدولي كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه بمن فيهم روسيا المتهمة بأنها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين عبر مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة. وقال أعضاء المجلس ال15 في بيانهم إنهم يدعون إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في 23 من أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وصدر البيان في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو عقده مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا. ومن المقرر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية ديسمبر الجاري إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. هذا واتفق مجلس الأمن الدولي على تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا للأمم المتحدة في ليبيا خلفا للبناني غسان سلامة. أعلنت ألمانيا أنها سجلت عددا قياسيا من الوفيات المرتبطة بوباء كوفيد-19 في اليوم الأول من بدء إعادة الحجر جزئيا في محاولة للحد من انتشار الفيروس.
وتوفي 952 شخصا في الساعات 24 الماضية، فيما أحصيت 27728 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بحسب معهد روبرت كوخ الصحي، وهو مستوى يقارب الحصيلة القياسية اليومية التي سجلت الجمعة الماضية. وكان الرقم القياسي السابق لعدد الوفيات في ألمانيا سجل الجمعة وبلغ نحو 600، بينما أصبح وضع أقسام العناية المركزة في البلاد مقلقا. وعاد الألمان الأربعاء إلى إجراءات الحجر الجزئي التي كانوا قد خضعوا لها في الربيع لعدة أسابيع، مع إغلاق كل المتاجر غير الضرورية والمدارس حتى 10 من يناير على الأقل. وتهدف هذه الإجراءات إلى تجنب ازدحام في نظام المستشفيات، بينما يبدو نقص العاملين واضحا في العديد من المؤسسات، وتبلغ بعض خدمات العناية المركزة أقصى طاقاتها. قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها أجرت بنجاح سلسلة من التدريبات بالذخيرة الحية باستخدام نظام دفاع صاروخي متعدد المدى، ما يوفر الحماية ضد التهديدات التي تشكلها إيران العدو اللدود ووكلائها على طول الحدود الشمالية والجنوبية لإسرائيل. وتم إجراء الاختبار فوق البحر المتوسط، واختبر قدرة الأنظمة على اعتراض مجموعة من الأهداف الجوية من طائرات بدون طيار إلى الصواريخ البالستية الأكبر والأطول مدى. وقال مسؤولو الدفاع أن هذه هي المرة الأولى التي يجرون فيها اختبارا متكاملا يجمع المكونات المختلفة التي تتمثل في نظام السهم الذي يعترض الصواريخ بعيدة المدى، ومقلاع داوود القبة الحدودية التي استخدمت منذ سنوات لمواجهة الصواريخ القادمة من قطاع غزة. وتم تطوير إسرائيل الدفاعات الصاروخية المختلفة بالاشتراك مع الولايات المتحدة. وقال مسؤولون أن المناورات أجريت مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية. الخبر الأخير في هذه النشرة، قال مركز GFZ الألماني لعلوم الأرض إن هزة أرضية قوتها 6.2 درجة ضربت جزيرة مينداناو في الفلبين. وأكد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال الذي ضرب مينداناو وقع على عمق 26.9 كيلومتر، ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة. يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة تعرف باسم حلقة النار في المحيط الهادي، حيث يحدث نحو 90% من الزلازل في العالم. وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقي خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم في وسط الفلبين في أكتوبر 2013. مشاهدينا الكرام، هكذا انتهت النشرة. هذه تحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.